من استديوهات الفضائية الإريترية في العاصمة أسمرة، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها حنان جيلاني. وإلى العناوين. المدارس في أغرداد تكرم الطلاب المتفوقين. سكان منطقة حدش عادي يتخذون خطوات لتعزيز العملية التعليمية. تنظيم مهرجان طلابي في مديرية الدقيح. سوريا تتصدى لطائرة مسيرة في محيط حميميم. إغلاق عام في بريطانيا ل3 أسابيع لمكافحة كورونا. وصراع غني وعبد الله يكلف أفغانستان $1,000,000,000. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. كرمت المدارس المتوسطة والثانوية في مديرية أغرداد الطلاب المتفوقين الذين سجلوا النقاط العالية. وفي مراسم التكريم ألقى مديرو تلك المدارس كلمات ذكروا فيها بذل جهود حثيثة لتحسين العملية التعليمية ورفع نقاط الطلاب، مناشدين الآباء والإدارات لتعزيز دورهم في هذا الشأن. من جهته تحدث مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ جابر ميكائيل الأزار عن إيجابيات وجوانب القصور لتلك المدارس، داعيا لتقوية الخطوات الأهلية المتخذة للحفاظ على الإيجابيات وحل جوانب القصور. وأوضح الدفع بقوة على الجوائز التشجيعية المقدمة لكونها تسهم في ترسيخ ثقافة وحب التعليم على الطلاب وتساعدهم لمزيد من الجهود ودورها الفعال في إحداث غيرة حميدة على الطلاب الآخرين. هذا وتوجد في مديرية أغرداد 25 مدرسة ابتدائية و6 متوسطة وثانوية واحدة و7 رياض أطفال و58 نقاط تعليم الكبار. يقوم سكان ضاحية حدش عدي في مديرية ميعيني الأقليم الجنوبي ببناء سور لمدرسة ابتدائية، منسقين طاقاتهم وأموالهم لتعزيز العملية التعليمية. واتخذ الخطوة سكان مناطق حدش عدي وعند قيطان ومحراد لام بالتفاهم مع لجنة آباء المدرسة. وضحت مدير المدرسة المعلمة أخبرت كفلة مريم أن عدم وجود سور المدرسة المشيدة على جانب الطريق الرئيسي كان يؤثر سلبا على العملية التعليمية، مشيدة بالخطوة الرشيدة التي اتخذها السكان. هذا وتقدم مدرسة ثمار صمودنا الابتدائية المشيدة في عام 1993 خدمات تعليمية ل319 طالب وطالبة هذا العام. نظم في مديرية نقفة سيمينار قانوني يساعد في تعزيز دور الشباب للوقاية من الجرائم والمخالفات. وقدم السيمينار لطلاب داخلية مدرسة وينا الفنية، وتركز على فهم ومعرفة القانون المدني والجنائي فضلا عن أضرار وأسباب الجرائم والمخالفات، وهدف لرفع وعي الطلاب القانوني لإرساء السلام والاستقرار المجتمعي. وذكر قائد مركز الشرطة في المديرية الملازم هيلا هبتي بأن الاتسام بالاحترام المتبادل والاتصاف بالقناعة والأخلاق الحميدة من أهم القيم البارزة للشعب الإريتري، وأن تورثها للشباب مسؤولية كافة أفراد المجتمع المدني. من جهته ذكر مسؤول مكافحة الجرائم السيد سلمون أبرهة الطلاب الابتعاد من الإدمان والأفعال غير القانونية لتأمين صحتهم، وأن يكونوا مثالا يحتذى بهم، مناشدا إياهم ليكونوا منافسين في دراستهم وأن يرسوا أساسا متينا لمستقبلهم المشرق. وقدم الطلاب مقترحات وآراء بناءة من ضمنها استمرارية مثل هذه السيمينارات ومراقبة أصحاب السيارات الجشعين الذين يفرضون تعرفة عالية على الركاب ويشحنون حمولة زائدة وغيرها من الآراء والتوصيات. شهدت مديرية الدقيح في 21 من مارس تنظيم مهرجان طلابي شارك فيه الطلاب 17 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية. واشتملت فعاليات المهرجان التي جرت تحت شعار مدارسنا أساس كافة تطوراتنا على الأنشطة الثقافية والأدبية ومسابقات المعلومات العامة والمناظرة والمنافسات الرياضية.
وأوضح الأستاذ أمانويل ملأكي مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بمديرية عبد القيح بأن المدارس المشاركة في المهرجان هي المدارس التي تفوقت في المنافسات التي جرت ابتداء من أكتوبر 2019 على مستوى الأقسام والمدارس. وألقى مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ بين التسفاي كلمة الختام أوضح فيها الهدف من المهرجان بناء الطلاب جسديا وذهنيا والتعرف على مواهبهم وميولهم وهويتهم ومسرح لرفع المعارف وتمتين الوحدة، داعيا المدارس لمزيد من التطور والتفوق. في الختام وضعت الجوائز على المدارس المتفوقة في كافة المجالات والمناشط. أنجبت معزة في منطقة عدي قراي بمديرية ابن حيلي 5 توائم من السخلان. وضح السيد ناصر موسى نور صاحب المعزة بأنها أنجبت في المرة الأولى صخلة واحدة، إلى أنها وفي المرة الثانية أنجبت 5 توائم، مشيرا إلى أنه كمزارع لم يسمع من قبل بإنجاب 5 توائم. من جهته قال مسؤول مكتب الزراعة في الإقليم الجنوبي الدكتور عقبة زكي كفلي من الطبيعي أن تنجب الماعز والضأن من 1 إلى 2 ونادرا ما تصل إلى 3، إلى أن هذه الظاهرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الإقليم. وأشار خبراء الزراعة بأن هذه الظاهرة القريبة تعد الأولى من نوعها على مستوى البلاد. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف الأزغية. وأعلنت وكالة الأنباء السورية سانا الحكومية أن المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة في محيط قاعدة حميميم في ريف اللاذقية. وفي 20 من يناير الماضي أسقطت القوات الروسية في سوريا طائرات مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية من دون وقوع خسائر. وأعلنت روسيا أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة. وتتخذ القوات الروسية من حميميم قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها. فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقا عاما في المملكة المتحدة ل3 أسابيع بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بأكثر من 300 شخص في البلاد. في إطار هذا الإجراء لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سواء في حالات محدودة جدا مثل شراء الحاجيات الضرورية والتوجه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يوميا، وفق ما أوضح جونسون في كلمته إلى الأمة. كما سيمنع كل تجمع يضم أكثر من شخصين، وسيتم إغلاق كل المتاجر، بيع السلع غير الأساسية وأماكن العبادة. هذه الإجراءات الأشد غصوة في تاريخ بريطانيا في زمن السلم لجأ إليها جونسون بعدما بلغت حصيلة الوباء في المملكة المتحدة 6650 مصابا، توفى منهم 335 شخصا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستقتطع $1 مليار من مساعدتها المقررة لأفغانستان لهذا العام بسبب استمرار النزاع على السلطة بين الرئيس أشرف غاني ومنافسه عبد الله.
وقال بومبيو في بيان صدر في أعقاب زيارة مفاجئة إلى كابل استمرت 8 ساعات وفشل خلالها في إقناع طرفي الأزمة بتشكيل حكومة واحدة وطنية، إن الولايات المتحدة قررت اقتطاع $1,000,000,000 من مساعدتها المقررة لأفغانستان هذه السنة، وهي مستعدة أيضا لاقتطاع $1,000,000,000 إضافي في 2021. وعقد الوزير الأمريكي في كابل اجتماعين منفصلين مع الرئيس أشرف غني الفائز الرسمي في الانتخابات التي جرت في 28 من سبتمبر الماضي، وخصمه رئيس السلطة التنفيذية عبد الله الذي أعلن أيضا فوزه بالانتخابات ونصب نفسه رئيسا. بالمقابل أعلن بومبيو أن الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان والذي بدأ بعد الاتفاق التاريخي الذي أبرمته واشنطن مع حركة طالبان في 29 من فبراير سيتواصل كما هو مقرر. الخبر الأخير في هذه النشرة: بعد شهرين على إغلاق مقاطعة هوباي وعزلها كليا عن باقي الصين، أعلنت السلطات الصينية عن رفع القيود على التنقل والسمح للمواطنين الاصحاء بمغادرة المقاطعة. أما مدينة ووهان حيث ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى والتي تقع ضمن مقاطعة هوباي، فسترفع القيود عنها في 8 من أبريل، وسيتمكن المواطنون الأصحاء من مغادرة المقاطعة وفق ما أعلن مسؤولون محليون. وكان قد سمح لسكان ووهان باستئناف العمل، وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، ويأتي رفع القيود عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وانطلق منها تفشي فيروس كورونا. ورغم إعلان وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات جراء الفيروس جميعها في مدينة ووهان، تراجع عدد الإصابات اليومية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وسجلت أغلب الإصابات الجديدة لدى أشخاص قادمين من خارج البلاد، وهو ما يمثل مشكلة بعد رصد 507 إصابات من هذا النوع. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، في أمان الله ورعايته.